هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم حنسوي بقلاوة عرب. من يعرف بقلاوة عرب؟ أكيد تذكروها مال أهلنا أيام زمان، من كانت بالليل يقعدون ماكو حلويات جوا إيدهم، فشي يسوون هاي بقلاوة عرب. تجنن ومفيدة كلش، يعني بيها دبس. طبعا هذا الخبز أقطعه، انتو حسب ما يعجبكم تقطعوا. تقطيع حسب يعني حسب الشخص اللي يعجبه شلون تقطيع، قطع صغار كبار وسط براحتكم. أقطع هاي طبعا عجبتني وأكلتني، يعني كلش الخبز أحبه، طعمه طيب. وهذا الخبز يعني حيبقى من عندكم أكيد خبز من تاكلون، يبقى عندكم خبز، فمو كان تذبوا. سووا بقلاوة عرب كلش طيبة ولذيذة. يقدرون يسوون عنده محروقة صبعة. الخبز هم ليش تذبوا حرامات، استفادوا من عنده. استفادوا من عنده، يعني سووا بقلاوة عرب، سووا قلت لكم أشياء كل شوية يصير بيه. هسه طبعا هذا كلش طيب. قبل أهلنا خليهم يخبزون بالبيوت، يعجبهم. وانا تعلمت هم الخبز، وكنت اخبز كل خبزة اسويها كبر. هاي وقت الحصار اكيد تعرفون، كل البيوت اكثر البيوت قامت تخبز. و شنو نسوي بالسمسم، خبز عروق، كل شيء كنا نسوي بالتنور. انا هيك قطعته الخبز. طبعا لا تنسون بالتعليقات اللايك والاشتراك. يلا امشوا وياي، خلينا نروح نسوي. هنا الطاوة أتياد تعرفون أحميها حميتها شويونة، ولو هي محمية يعني بس يعني هم حميتها بقى شوية، كنت برد الجو بارد. بهالأثناء شو أسوي؟ أجيب زيت. تقدرون تخلون زبدة مكان الزيت، تقدرون تخلون دهن حر هم ماكو مشكلة، تقدرون تخلون دهن عادي ماكو مشكلة، أي دهن يعجبكم خلوه. كله طيب. طبعا بدهن حر بعد أطيب يجنن طبعا، أكيد دهن حر يخبل يصير. أنا خليه الزيت. أظل أقلب، يعني أقلب الخبز ويا الزيت حتى شنو كله يشرب زيت. تعرفون يعني أريده يتقرمش الخبز، أريده يتقرمش. حتى البقلاوة العرب اللي أريدها تصير مثل ما أريد يعني. طبعا كان قبل أهلنا أنا بالنسبة لعمتي الله يرحمها أم زوجي، كان عندهم تنور حطب ورا البيت خالي. هاي من يشوون سمك، يشوون دجاج، أي شي، فسوي خبز قبل ما تبلش تشوي. تسوي لها خبز، شلون خبز يجنن. فشاتي أسوي الخبز الحار طلعان، أنا وش أسوي؟ أروح أحضر الجبن والخضرة والشاي الحار، أجيبه وأجي أمها. هي من أطلع الخبز الحار ومن أنا نقعد نلف وناكل، يتجنن. أيام زمان تخبر ماكو أحلى من عندها، كانت كلها براءة وعفوية، وواحد يحب الله. هسه الدنيا تغيرت، إن شاء الله يظل الناس واحد يحب الله بإذن الله. في يعني الأجواء تجنن، تخبل ما الواحد يخبز ينتظر الخبز الحار يطلع وياكله. وكانت الله يرحمها كانت تسوي لنا خبز موصل بمرات، خبز عروق، هالأشياء اللي تجنن الطيبة من أيام زمان اللي تخبل. على العموم هسه الله يرحمها علمتنا هواي أشياء، الله يرحمها عمتي. وأقول لكم يا البنوتات الحلوات متزوجون، حاولوا تحبون عماتكم، تعتبروهم أمهاتكم، يعني مهما يكون هي أم زوجكم يعني، فحبوها. حتى الرجال من يشوف مرته تحب أمه هو يقوم يقدرها ويحبها أكثر وأكثر وأكثر. فماكو داعي العداوات بين عمه والجنة، ماكو داعي، خلي تصير جنة هي بنت البيت، تصير ويا عمتها تصير بتها حبيبتها. فيعني واحد يحب الله ماكو أحلى من المحبة والتعاون. الله يحمي قلوب الكل إن شاء الله بإذن الله.
شوفوا هسه أني شلون دا أقلب بيه إلى أن أخليه يتقرمش. أظل أقلب بيه إلى أن القرمشة اللي أريدها حتى يصير صدق بقلاوة، يعني البقلاوة هي أصلها مقرمشة، فالخبز هم أريده يتقرمش حتى يصير طعمه والأروع منه. واللي عرفه هسه أكيد يقوم رأسا يتذكرها ويروح يسوي رأسا على السريع. يعني أنا بحر ذكرتها بالليل، عجبني أسويها ذكرتها. بس الناس تجي على البقلاوة والزوج الست ونسوا هاي البقلاوة الطيبة يتجنن. هاي حسب ما أعرف، كانوا قبل ما عندهم ما يعرفون البقلاوة شنو، فكانوا يسووها هاي الأكلة حسب ما أعرف، يعني هيك يعني بعد ما أدري هي صحيحة حكايتي ما أعرف، يعني إنه كان ما عندهم بقلاوة يعرفوا يسوون، فكانوا يسوون هاي البقلاوة بالدبس، بقلاوة عرب، كانوا أكثر العرب الأصالة يسووها أصيلين يعني. وصار طشت والكل قام يعرفها بقلاوة عرب، والكل البيوت قاموا يسووها. أيام زمان، أيام الخير والبركة والناس على عفويتهم. هسه نصيت النار جوا لأن ما يحترق، ضفت له بعد زيت، يعني هسه حجيب الدبس فلازم شوية أكتر من الزيت. فهذا الدبس جبته وأديره فوقه حسب الكمية انتوا تحبون تخلون الدبس. وبهاللحظة أقوم أقلبه حتى شنو، حتى كل الخبز يشرب الدبس حتى يتنكها اللي نريدها إحنا. وبالمناسبة انتبهوا على الدبس اللي يحترق، يعني ما يقدر يحترق بالطاوة الدبس، يعني تعرفون الدبس إذا طال فترة عنا يصير بيه مثل المرارة، فانتبهوا عليه. بس تشوفون القوام صار المريود هيجي طفوا العين رأسا النار، يعني حتى تاكلوه تستلذون بالطعم المقرمش مال بقلاوة عرب للجنن. وإذا تحبون تديرون فوقها سمسم هم طيبة، وإذا تحبون جوز فستق حلبيب كيف براحتكم، كله طيب كله ماشي، يعجبكم سووه. وقلت لكم الخبز مو كان مذوب واستفادوا من عنده، سووا بيه بقلاوة عرب، سووا بيه محروق الصبعة، هاي براحتكم. بعد ناضقته أنا اللي ما يحترق الخبز، أشوف القوام مالته ثمرته طبعا أكيد طيب ويخبل ويجنن، ما أقول لكم يعني كلش أحبها بقلاوة عرب، حيل أحبها ودائما يعجبني يعني من أتذكر أسويها. وهسه خلصت انتهت وصارت مثل ما ردتها، وهاي النتيجة النهائية مال بقلاوة عرب مال أهلنا اللي تجنن، طعمها لذيذ ويخبل ومقرمشة. ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وإن شاء الله دائما كل ما أتذكر أكلة قديمة أسوي لكم إياها وما أنساكم أبد. وسهمكم العافية، ولا تنسونا مثل ما قلت لكم باللايك والاشتراك. مع ألف ألف سلامة.